بما اني بتسال كتير قوي على لفه الطرحه، فالنهارده قررت اعمل لكم هذه اللفه، مع اني عندي لفات كتير بس انا اخترت اعمل لكم دي النهارده. اهم حاجه بعملها ان انا بخلي البندانه قبل الطرحه، يعني بطلع الطرحه فوق كمان البندانه. يعني شايفين البندانه مكانها فين؟ انا بخلي الطرحه بعديها علشان ما بحبش البندانه تكون باينه قوي، وده بيخلي شكل الطرحه احلى. عندي الطرحه دي مش بتثبت كده، بتتساب كده عادي. ساعات بحب الشكل ده كده. بجيب دبوس، هو تعملوا الحركه دي عشان ايه؟ دوز رايت ديس ات هوم. شد الطرحه لتحت كده، تضحكوش على منظري، شدها كده علشان ايه؟ تثبت. وضعيه الدبوس دي بتختلف من حد لحد. مثبته الحته دي، في ناس بتنزلها تحت شويه، في ناس بتطلعها فوق شويه. باجي من الناحيه دي لفها كده كده، واروح مدخلاها من تحت دي ومطلعها دي قدام، واروح راميها لورا. اعمل نفس الحركه تاني، حاولي على قد ما تقدر. من هنا بقى تظبطيها، لان الحته دي هي اللي برجعها انا لورا، انزلها منها على قد ما اقدر علشان تخف. بطلع حته من هنا، ارجع الحته دي كده، وانزل حته من هنا. بحب الطرحه فلف، مش عارفه ازاي بس بحب الطرحه فلف. وده النسي دي من احلى اللفات اللي انا بحبها، اللي كانت كده بعتمدهاش غير في اللبس الشيك. لب كل لفات طرحي كمان. Goodbye.